أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بيزنس ونجاح. احنا معانا رجل قانون علشان نتكلم في الشق أو الجانب القانوني عن الشركات، لأن في ناس كتير جدا ممكن تحقق نجاح إداري بشكل كبير، لكن اغفالهم عن الجانب القانوني ممكن يخلي الجانب دوت ينهار. وفي براندات الأونة الأخيرة احنا شفنا دوت فيه. علشان كده مهم جدا لما اجي ابتدي البيزنس بتاعي لازم اكون عارف ايه هو الجانب القانوني المناسب لحجم البيزنس بتاعي ومجال البيزنس بتاعي. معانا النهاردة المستشار القانوني استاذ كريم دياب. ارحب بيك استاذ كريم، منورنا النهارده في الاستوديو المتواضع بتاعنا. اهلا وسهلا استاذ محمود، انا شرفت والله بدعوه حضرتك الطيبه. وانا بشكرك على الدعوه الجميله دي، وان شاء الله باذن الله حديثنا النهارده يكون حديث مثمر ومفيد، وان شاء الله باذن الله يكون في توعيه كبيره للناس كلها من ناحيه جانب الشركات باذن الله ان شاء الله. وكمان دوت ان شاء الله مش هيبقى اول لقاء، لان احنا طبعا في لقاء واحد مش هنقدر ان احنا ناخد من خبرة حضرتك الكبيرة دي. شرف عظيم. فان شاء الله هيبقى في لقاءات كتير ما بيننا بحيث ان احنا نغطي كل الجوانب القانونية في المجال ده. يشرفني شرف عظيم يا استاذ محمود، شرف عظيم ليا طبعا. اولا عرفني بنفسك. فانا حابب اعرف استاذ كريم نبذة مختصرة عن التخصص اللي حضرتك تخصصت فيه في المهنة القانونية. هو أنا محامي بالاستئناف في الوقت الحالي. أنا تخصصت أو أنا تخرجت في 2013. فطوال الفترة دي وأنا يعني توليت مهام كتير قانونية في جميع الفروع، إلى أن استخلصت أن أنا يعني فضلت الجانب الخاص بالشركات أكتر، والجانب الخاص بالدعاوى المدنية والنزاعات المدنية وما شابه. وبفضل الله وتوفيقه يعني تمكنت من هذا الأمر إلى حد كبير. فيعني ما أقدرش أقول إن أنا خبير زي ما حضرتك بتقول، وما أقدرش أقول إن أنا ملم بكل الأمور. إحنا ما زلنا كلنا بنتعلم أكيد طبعا. وبحر القانون ده بحر واسع جدا لا ينتهي. ولكن أنا زي ما قلت لسيادتك يعني وجدت شغفي وحبي في المواد المدنية والمواد الخاصة بالشركات. طيب جميل جدا، ممتاز. وفي الأونة الأخيرة أصلا يعني كان في أخبار منتشرة على الجرايد بتاعت الغردقة إن حضرتك بفضل ربنا قدرت إن أنت ترجع حق الواحدة أجنبية كان منصوب عليها في قضية نصب تقريبا، وحضرتك بفضل الله قدرت إن أنت ترجع حقها، وبرضك الشخص اللي نصب عليها خد جزاؤه. إحنا هنبتدي بداية بالجانب القانوني الخاص بالشركات. حضرتك ممكن تقول لنا ايه هي انواع الشركات، وبعديها هنبتدي ان احنا نخش نعرف ايه هو كل نوع. صحيح. طيب هو علشان نفهم بس الاول الشركات ونفهم الطبيعة القانونية لكل شركة وما شابه، لازم الاول نعرف ايه هي الاشكال القانونية وفقا للقانون للشركات في مصر. بص سيادتك، هم 7 أشكال. لو احنا هنتكلم على من الناحية الفلسفية القانونية هم 7 أشكال. أول شركة عندنا هي شركة التضامن. تاني شركة هي شركة التوصية البسيطة. تالت شركة هي شركة المحصة. رابع شركة هي شركة المساهمة. خامس شركة هي شركة التوصية بالأسهم. سادس شركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة. وآخر شركة والمستحدثة هي شركة الشخص الواحد. القانون هنا قسمهم إلى قسمين، وفيما بينهم قسم كده يعني نقدر نقول عليه مختلط. عندي شركات الأشخاص وشركات الأموال. إيه هي شركات الأشخاص وإيه هي شركات الأموال؟ وزي ما قلنا فيما بينهم في نوع اسمه نوع مختلط. حلو. شركات الأشخاص دي دايما بتكون قائمة على الاعتبار الشخصي. يعني إيه؟ يعني الشركة دي بتكون من أشخاص عارفين بعضهم، بس مش بس كمان عارفين بعضهم، ده ممكن يكونوا من عائلة واحدة
ممكن يكونوا اولاد عمومه، ممكن يكونوا اصدقاء عمر وما شابه، لان الشركات دي بيفترض فيها الثقه وهي بتبنى على الاشخاص. حلو. خلاص، زي ما قلنا شركات الاشخاص النوعين القانونيين اللي يهموني واللي الناس شغاله بيهم وما شابه هم شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه. شركه المحصه دي على فكره هي شركه قانونيه وكل حاجه ولكن هي ليها حديث اخر، يعني مش هيسعها الحديث في موضوعنا النهارده. محتاجه هي شق لوحده. صحيح، لان هي ولكن هي المفروض انها يعني القانون بيعترف بيها. طيب نيجي بعد كده لشركات الاموال. ايه هي شركات الاموال؟ دي شركات قايمه على جمع الاموال بغرض استثمارها في مشروع. تمام. ملهاش دعوه باشخاص، ملهاش دعوه بمين في الشركه دي، ولا هي كل علاقتها المال، قائمه على المال. زي مثلا شركات شغاله في البورصه، شركات طبعا. شغاله زي الشركات اللي كانت بتوظف الاموال في صحيح. مشاريع اخرى. صحيح، دي اسمها كلها شركات اموال. ايه هي شركات الاموال عشان الناس تبقى فاهماها؟ شركه الاموال اول شكل ليها هي شركه المساهمه، وتاني شكل ليها هي التوصيه بالاسهم، وتالت شكل ليها هي المسؤوليه المحدوده، واخر شكل هو شركه الشخص الواحد. طيب خلينا بقى نتكلم من الاخر للاول. حلو. خلينا نبدأ بشركة الشخص الواحد، لان هي الحقيقة هي اكتر شركة دارجة او اكتر شركة منتشرة في السوق. مظبوط. والخطأ الشائع اللي الناس كلها بتقع فيه، او مش هقدر اقول كلها بس اغلب الناس بتقع في هذا الخطأ، هو الخلط فيما بين المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد. مظبوط، ودوت اصلا يعني عن تجربه شخصيه حصلت لي مشكله بسببها. فلازم نفرق فيما بين المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد. مظبوط. طب ايه يا استاذي الفرق ما بينهم؟ المنشأة الفردية دي وفقا للقانون ملهاش شخصية اعتبارية، شخصيتها من شخصية صاحبها. المنشأة الفردية دي لا يجوز اعتبارها شركة، ولا ينطبق عليها اي خصائص من خصائص الشركات او امتيازات الشركات. دي ما هي الا نشاط بيتعلق تعلق كامل لا يصح تجزئته ابدا بصاحبه. يعني هو يعتبر هو يعني الشخص هو الشركة. صحيح. طيب دي امتى استخدمها؟ لما يبقى عندي مشروع متناهي الصغر، حاجة بسيطة جدا جدا جدا، انا حابب بس ان انا اعمل لها شكل قانوني علشان اتفادى المشاكل القانونية او المخالفات القانونية او الجزاءات التأديبية وما شابه. طيب. يعني مثلا ممكن نقول مثال، يعني مثلا لو حد فتح كشك، حد شغال فريلانسر، اي مشروع متناهي الصغر، صغير جدا صغير جدا، والمشروع ده مش بالضرورة ان هو يكبر. طب هو دوت ينطبق على الناس اللي شغالة بتقدم محتوى، يعني مثلا حد شغال فريلانسر اونلاين او حد عنده قناة بيتربح من القناة؟ لا. هل دوت لا. تمام. ده بقى هنجيله في حديثنا عن شركة الشخص الواحد. حلو. تمام. طيب ايه اكتر مشكلة بتقابلني في المنشأة الفردية دي؟ ان لو تكونت ديون على الشركة زي ديون ضريبية او ديون من التأمينات او اي ديون لصالح الغير، صاحب الشركة هو مسؤول في ذمته المالية الخاصة، يعني مسؤول في فلوسه، مسؤول في عربيته، مسؤول في بيته. يعني ممكن يحجزهم على ممتلكاته نفسها لحد ما المدين هيطبق عليه الحجز الإداري على كل ممتلكاته. حلو. خلاص. طيب من ناحية بقى شركة الشخص الواحد. شركة الشخص الواحد دي هي أحدث نوع من أنواع الشركات، واستحدثت بالقانون رقم 4 لسنة 2018. خلاص. الشركة دي تمتاز إن هي إيه؟ هي غير المعنى الأساسي لحقيقة الشركة كما عرفها القانون المدني، إن هي عقد بين 2 أو 3 يقصد من وراءه الشراكة والمنفعة وما شابه. طب هنا بقى دي جت القانون رقم 4 2018 يعدل الشكل ده
ويبيح للشخص الواحد ان هو يكون شركة، الشركة دي يكون ليها الشخصية الاعتبارية. يعني ايه؟ يعني ليها شخصية مستقلة تماما عنه هو، عن شخصية صاحبه. اذن هو مسؤول عن حصته اللي دخل بيها في الشركة دي او حصة راس ماله في الشركة دي فقط، ما طيب، تمتدش المسؤولية لماله الشخصي. طيب خليني اتكلم عنها بمعنى اوضح من غير المعنى الصلب بتاع القانون. حلو. شركة الشخص الواحد دي انا استفيد منها في ايه؟ يعني ايه الفرق ما بينها وما بين الشركة النشاط الفردي؟ شركة الشخص الواحد اقدر بيها ان انا اكبرها. يعني انا بدأت مشروع وليكن ببيع سلع زي ما حضرتك قلت، مثلا عندي منصة او اي عمل قانوني او استثماري بتربح منه، المفروض ان انا مشروعي ده انا بحلم انه يكبر. خلاص ربنا كرمني وكبرت، الشركة دي يمكن ان تتحول الى شركة من شركات الاموال، ما هي شركة من شركات الاموال. فبتقدر تكبر، تبقى مسؤولية محدودة، تبقى مساهمة، لدرجة ان الشركة بتاعت الشخص الواحد دي لو ربنا كرمه وبقى عنده اسيدز، عقارات ما شابه، وسجلها في حصص الشركة، بتعتبر هنا بعد تقييمها تعتبر هنا حصة عينية. الحصة العينية دي هو بيدخل بيها في شركة من شركات المساهمة. حلو. واخد لبال سيادتك؟ فده العائد الاساسي منها. زي ما قلنا بعده عن المسؤولية اتجاه ديونه الشخصية، ديون الشركة في ماله الشخصي. فوالله هو راس مال الشركة بتاعته دي 500,000 جنيه، بقى أصبح عليه مطالبة ب1,000,000 جنيه، لا هو مسؤول عن 500,000. الشركة هي اللي تسدد، الشركة هتسدد 500,000. واخد لبال سيادتك؟ ده الفارق فيما بين شركة الشخص الواحد والمنشأة الفردية. طيب هنا برضو في جزئية دلوقتي، شركة الأفراد اللي احنا قلنا عليها، شركة الأشخاص، شركة شركات الأشخاص، الفرد الواحد اللي احنا قلنا عليه. لا، شركة الشخص الواحد دي شركة أموال. شركة الشخص الواحد اللي ديت اللي أنا أقدر أحولها بعد كده لشركة ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو مظبوط. لكن التانية اللي هي المنشأة الفردية دي اللي هي ما أقدرش إن أنا أعمل فيها أي حاجة خالص، هتفضل ثابتة على كده. وهنا للأسف حبيت أكبر من نفسي وهدخل في شراكة مع أحد الأشخاص، أنا هضطر إن أنا أصفي السجل التجاري والبطاقة الضريبية بتاعتي دي واغلقهم تماما وامحيهم، وبعد كده أدخل في الشراكة مع الشخص ده. فكده هنا أنا لو فتح كأني ما عملش حاجة. لو فتح الفرد الواحد ديت بقى 5 6 10 سنين، خلاص المدة دي راحت عليا وهبتدي ولا أي حاجة. بالظبط. طيب الحاجة التانية برضو والمهمة في الفرق فيما بينهم، شركة الشخص الواحد لو هي نفس الغرض اللي هتقام به شركة تانية من شركات الأموال زي ما قلنا يجوز وكل حاجة، مفيش أي مشكلة فيها. طيب زي ما حضرتك شرحت كده وتفضلت وأضفت إن لو أنا حبيت إن أنا أطور من نفسي، لا مش هينفع إن أنا أطور في شركة في المنشأة الفردية. خلاص الديون وقلناها ما بين ده وده. يجي بقى عند كده عندي ايه؟ مسألة التأسيس. مسألة تأسيس المنشأة الفردية، رغم ان هي يعني من الأعمال الإجرائية البسيطة، انها بطاقة ضريبية وسجل تجاري وما شابه، إلى اني في بعض الأحوال لا، هي بتتطلب مني لفة طويلة على العديد من الجهات علشان اتحصل في الاخر على ايه؟ على التراخيص اللازمه والكلام ده كله. طيب على النقيض في تأسيس شركة الشخص الواحد. شركة الشخص الواحد وفقا لقانون 72 لسنة 2017 اللي هو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، انا بأسسها في هيئة الاستثمار واجراءاتها بتكون ايسر ما يكون. طيب هل في راس مال، حد ادنى لراس المال في الشركة دي؟ اول ما نزلت الشركة دي، واخد لبال حضرتك، كان الحد الادنى لراس مالها 50,000 جنيه. حلو. دلوقتي بقى الحد الادنى 1000 جنيه. حلو.
خلاص. طيب هنا راس المال دوت لازم يكون موجود اصلا، او موجود في بنك، واجيب بيه مستخلص او اجيب بيه شهاده من البنك ان راس المال دوت موجود، ولا دوت بيبقى اعتباري بس عشان ادفع عليه لا، مصاريف؟ شركة الشخص الواحد لازم قبل ما ابدا في الاجراءات بتاعه التاسيس بتاعتها اعمل حاجه اسمها شهاده بنكيه. حلو. الشهاده البنكيه دي انا بفتتح حساب بنكي لدى احدى البنوك زي بنك مصر ولا بنك اسكندريه او ما شابه، والبنوك دي بيكون احد فروعها موجود في الهيئه، في هيئه الاستثمار. يعني حضرتك ما بتحتاجش ان انت تروح مكان تاني وما شابه عشان تعمل الشهاده دي، لا حضرتك بتعملها من الفرع بتاع البنك المتواجد في الهيئه. حلو جميل. وبتودع الحد الادنى الا وهو زي ما قلنا 1000 جنيه. والله حضرتك عايز تحط 100,000 جنيه حطهم، عايز تحط 500,000 جنيه حطهم، انت وشأنك. طب هو هنا بيفرق معايا في ايه راس المال في بدايه التاسيس؟ بص سيادتك، هو بيفرق معاك من نواحي كتير. زي ايه؟ زي التعاقد مع الشركات الاخرى. انا كمستشار قانوني لاي شركه حينما يطرح علي اي صفقه لعرضها او فحصها القانوني، اول حاجه ببص فيها ايه؟ السجل التجاري بتاع الشركه اللي انا هتعاقد معاها دي. هل حجم الاستثمار يتناسب مع راس المال المودع ده ولا لا؟ الحاجه التانية الائتمان. هو من احدى الاغراض اللي بيقصد بيها المستثمر مشروعه هو ان هو يعني هيقترض من البنوك، او في مرحله من مراحل مشروعه عايز يكبر. ايوه. فبيضطر ايه؟ ان هو يلجأ الى حل الائتمان. حلو. بعض البنوك لما بتشوف ان راس المال قليل قوي كده ما بترضاش طبعا تديله اي حاجه، لان مفيش ضمانه. أيوة. لاي حاجه. واخد بال سيادتك؟ لان زي ما قلنا شركات الاموال انا ما اقدرش ارجع عليها غير بقيمه راس مالها. حلو. يعني هو راس ماله 1000 جنيه بس هو داخل معايا في مشروع ب1,000,000 جنيه. ايوه. طب ايه الضمانه؟ طيب هنا في جزئيه تانية بالنسبه برضو لراس المال. هل راس المال دوت لازم يكون مادي بحت؟ يعني مثلا انا ممكن اكون عملت مكان وجهزت المكان، صرفت في المكان ده $500,000 جنيه، وحطيت مثلا 50,000 جنيه، فاذا من هنا يبقى راس المال بتاعي اللي هو تجهيز المكان دوت بيندرج برضو من ضمن راس المال اللي محطوط في شهاده التاسيس؟ قصد حضرتك بتتكلم على الحصه العينيه؟ بالظبط لا كده. الحصه العينيه مش في شركه الشخص الواحد. شركه الشخص الواحد هو لازم يودع راس مال. حلو. الحصص العينيه دي لما ابقى في شركات تانية زي اي شركه من شركات الاموال زي المسؤوليه الوحدوده زي ما هنيجي نتكلم عنها، ممكن ساعتها يبقوا مثلا اكتر من شريك وفيهم واحد صاحب عقار مثلا، هو هيدخل بالعقار. حلو. هي دي الحصه العينيه. حلو. واخد بال سيادتك؟ انما باقي الشركاء لا، فيهم واحد هيدفع. دي هنيجي نتكلم عليها. يعني هنا في شركة الشخص الواحد ما بيعترفش لا. فقط الا بالفلوس المادية، لازم اودع. طيب دي من احدى شروط التأسيس. حلو. اللي لا غنى عنها. طيب يبقى هنا انا ما ينفعش ان انا اكتب اي رقم اعتباري كده، لما لازم اودعه لازم واجيب أودعه. باي شهادة من البنك. لازم اودعه. حلو. طيب ننتقل بعد كده. خلاص احنا فهمنا الفروق ما بين أيوة. دول. برضو من الشركات اللي شائعة جدا 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 في السوق المصري هي شركة المسؤولية المحدودة وشركة التضامن. حلو. واختها شركة التوصية البسيطة. شركة التوصية البسيطة والتضامن هم شركات اشخاص زي ما اتفقنا، دول قايمين على الاعتبار الشخصي. يعني الاستاذ محمود عمل شركة مع كريم، فلما بتعامل مع الشركة دي انا بتعامل مع الاشخاص دول. ايوه. واخد بال سيادتك؟ ده شركة التضامن. المتضامنين هنا مسؤوليتهم غير محدودة اتجاه الديون المتعلقة بالشركة. يعني ايه؟ يعني لو الشركة اتدينت بأي رقم هم هيسألوا في مالهم الشخصي. هو الشريك المتضامن ده هو متضامن في كل ديون الشركة. حلو. من ماله الشخصي. يعني انا هحجز على ماله، على عربيته، على خلاص. فده من ضمن العيوب شركة التضامن. ده من ضمن العيوب في شركة التضامن، ومن ضمن الحاجات الاساسية في شركة التضامن. طيب تاني حاجة راس المال. شركة التضامن دي او شركات الاشخاص بوجه عام لا يجوز ان راس المال يقل عن 300,000 جنيه. هبدأ الشركة دي لازم 300,000 جنيه. واخد؟ ده راس مال. ايوه. طيب انما شركة المسؤولية المحدودة
اول حاجه هي من اسمها مسؤوليه محدوده، فالشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركه فقط بقدر الحصص بتاعتهم. تمام. ما بيسألش في ماله الشخصي. طب راس مال هل فيها حد ادنى؟ لا، ما فيش حد ادنى. هل يلزم ايداعه؟ لا، ما يلزمش ايداعه. يعني انا لو قلت 1,000,000 جنيه مش هحطهم في بنك وما شابه، لا مش هتحطهم في بنك ولا اي حاجه. برضو في حاجه اجرائيه لازم نخلي بالنا منها اثناء تأسيس شركة المسؤولية المحدودة. فأول مرة حضرتك بتأسس الشركة دي ليك ان انت تقول راس مالي زي ما انت عايز. حلو. خلاص. لو جيت سيادتك بعدين بعد ما اتممت التأسيس والشركة خلاص بقى ليها وجود وطلعت سجلك التجاري وبطاقة ضريبية وكل حاجة، وجيت قلت انا عايز اعدل راس المال، لازم تودع راس المال ده. لازم نخلي بالنا يبقى اللي فات واللي انا عايز اعدله لازم كمان. نخلي بالنا من الموضوع ده. لما تيجي تأسس شركة مسؤولية محدودة حط راس المال اللي بيتناسب مع حجم اعمالك الحقيقي. ايوه. يعني هي طالما اما بتبيح لي اقول اي حد ادنى مفيش مشكلة، بس مش بالضرورة عشان هي ملهاش حد ادنى اقول 1000 جنيه. ايوه. ولا 10,000 جنيه. يستحسن ويفضل وينصح ان تكون راس المال ده لا يقل عن 500,000 جنيه مثلا. حلو. خلاص. بحيث ان انا حتى بعدين ما اضطرش ان انا لو يعني حبيت ان انا زي ما قلت لحضرتك اقترض او ما شابه ما لاقيش اي مشكله تقابلني في هذا الشأن. وطبعا بيرجع على الغرض من الشركه، وده مهم جدا في مساله تحديد راس المال. ايوه. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الفرق في راس المال في شركه التضامن 300,000 جنيه حد ادنى. حلو. في شركه المسؤوليه المحدوده مفيش حد ادنى. وفي التضامن لازم احطه المسؤوليه المحدوده عادي، مش لازم ان انا بالظبط كده. طيب التوصيه البسيطه دي هي يعني عباره عن ايه؟ هي عباره عن مزيج. مزيج ما بين الشركه دي والشركه دي. فيها اشخاص متضامنين، شركاء متضامنين عن ديون الشركه وعن في اموالهم الشخصي وما شابه، وفيها اشخاص موصين. شريك موصي بيحط فلوس وملوش دعوه باي حاجه، ملوش دعوه باي عمل من اعمال الاداره. طبعا دوت بيتحدد في السجل طبعا التجاري في اثناء التاسيس هو اللي بيختار انا شريك موصي، انا هحط فلوس وهسأل عن حصتي في الفلوس دي فقط، وماليش اي حق من حقوق الاداره. حلو. انما الشريك المتضامن هو ده اللي بيبقى ليه حق الاداره، هو ده اللي ليه حق التوقيع، هو ده اللي ليه حق التصرف الكامل، وهو ده المسؤول عن ديون الشركه في ماله الشخصي. حلو. يبقى هنا من الفرق ما بين التوصية البسيطة والتضامنية، واضح الفرق ان دي التوصية البسيطة علشان لو في شركة داخلة بفلوس بس مش عايز يبقى عليه اي مسؤولية. بالظبط. طيب ايه اللي يخليني اعمل شركة تضامنية وما اعملش مسؤولية محدودة، مع ان المسؤولية المحدودة زي ما انت قلت فيها مميزات اكتر؟ يعني الشخص اللي فيها او الشركة اللي فيها مش مسؤولين او ما بيسألوش في راس مال الشركة في فلوسهم الشخصية زي الشركة التضامنية. وكمان الشركة التضامنية لها حد ادنى 300,000 جنيه ولازم اودعهم. شركة ذات المسؤولية محدودة ملهاش حد ادنى ومش لازم اودعهم. فاذا هنا مميزاتها افضل. ايه اللي يخليني ان انا ما اختارش ديت واختار ديت او اختار تضامنيه ما اختارش ذات المسؤوليه محدوده؟ هل بتفرق في نوع النشاط ولا بتفرق في ايه بالظبط؟ هقول لسيادتك زي ما اسردنا وقلنا الفرق ما بين الشركات الاشخاص في الاساس وشركات الاموال. زي ما قلنا شركه التضامن دي شركه اشخاص قايمه على الثقه ما بين الاشخاص اللي ما بينهم وبين بعض، وقايمه على الاعتبار الشخصي. يعني دي شركه فلان وفلان. ايوه. خلاص. كذلك الامر شركه التوصيه البسيطه. شركه التوصيه البسيطه المفروض انها مزيج ما بين شركاء متضامنين في المسؤوليه عن ديون الشركه في اموالهم الشخصيه، وما بين شركاء موصين. الشريك الموصي ده زي ما قلنا المفروض ان هو
ما يبالوش اي حاجه غير ان هو بيدفع فلوس بس. حاطط فلوس وليه ارباح فقط لا غير، بالظبط. ملوش اي اعتبار. طيب بقى تطبيقها العملي امتى بحتاجها؟ يعني امتى الناس دي بتحتاجها؟ لما بتبقى اسره واحده مثلا، واخد لبال سيادتك، راجل ومراته. الراجل هو المتضامن ومراته موصيه، او العكس. ايوه. واخد لبال حضرتك؟ اب وابنه يكون عدى مثلا السن القانوني، والاب راجل متضامن والابن موصي، او العكس. واخد بال حضرتك؟ انما شركة المسؤولية المحدودة الشركاء فيها هنا مسؤولين بقدر حصصهم فقط. ايوه. يعني المسؤولية ما بتمتدش الى اموالهم الشخصية. تمام. شركة المسؤولية المحدودة عدد الشركاء فيها اخرهم 50، ده حد اقصى 50 شريك. تمام. ما اقدرش ان انا احط شركاء اكتر من كده. انما شركة التضامن ادخل فيها العيلة كلها، مفيش مشكلة، عندي حد براحتي ادخل فيها اللي انا عايزه. يعني الفرق او الميزة ما بين ديت وديت بس عدد الشركاء زائد. اقول لحضرتك بقى برضو في الصفقات، شركة التضامن معروف عنها المسؤولية الكاملة. أيوة. فاللي بيعقد معاها الصفقة ده بيكون مطمئن جدا ان الدين بتاعه هيلاقيه، يعني هيلاقيه كده كده هيجيب. بالظبط كده. حلو. انما مخاطرة شركة المسؤولية المحدودة وانا بتعامل معاها في صفقة، اني لازم ابقى عارف ان الشركة دي هتسأل فقط في مقدار حصص الشركاء في راس مالهم. يعني لو اعلن افلاس وانا خلاص كده شكرا. لو اعلن افلاسه، لو توفى احد الشركاء، الا لو تم الاختلاف على غير كده. على فكرة نفس الكلام في شركات الاشخاص بتعرض له، يعني تنقضي الشركة او تنحل الشركة بوفاة احد الاشخاص فيها، الا اذا تم الاتفاق على غير كده. خلاص. فامتى انا بقرر ان انا محتاج اعمل شركة تضامن، وامتى اقرر ان انا محتاج اعمل شركة مسؤولية بسيطة؟ مظبوط. مسؤولية محدودة، اسف. لما اكون الشركة اللي انا معايا دول مفيش ما بيننا علاقات، انا معرفهمش، احنا اللي بيجمعنا ما بيننا وبين بعضنا المال. أيوة. وغرض المشروع، ساعتها بختار المسؤولية المحدودة. طيب احنا عيلة واحدة وضامنين بعض جدا وما بيننا وبين بعض ثقة يعني لن تنتهي، خلاص يبقى الشركة بتاعتي دي شركة تضامن. طبعا في كل الأحوال غرض الشركة هو اللي بيحدد. في كل الأحوال على حسب الغرض اللي حضرتك بتحدده، وبتشوف انت عايز تعمل ايه بالظبط، تقدر ساعتها تحدد حضرتك هتحتاج انهي نوع من الشركات. طب حضرتك ممكن تدينا مثال مثلا لكل نوع منهم؟ يعني مثلا مثال، انا لو هعمل شركة كذا يبقى انا اختار تضامنية، لو هعمل شركة كذا وغرضي كذا اختار ذاتها مسؤولية محدودة. فتدينا امثلة كده توضح اكتر. هقول لسيادتك، يعني مثلا مجموعة شركاء بيعملوا مثلا تكنولوجيا المعلومات. حلو. 3 شركاء مثلا مهندسين تكنولوجيا، واحد فيهم بيصمم مثلا مواقع، والتاني مثلا بيعمل تسويق، والتالت ده بيتعامل مع العملاء. تمام. حتى لو كانوا اصدقاء. حلو. لا، هنا انا اختار لهم المسؤولية المحدودة. واخد بال حضرتك؟ عندي هنا شركة 3 أو 4 أفراد من عيلة واحدة، أساس الشركة دي مثلا من المحاصيل الخاصة بتاعتهم، من أراضيهم. أيوة. لا والله انت هنا شركة تضامن. تمام. طيب مشروعي، حجم المشروع بتاعي مش بالكبر ده. انا شايف ان مشروعي صغير وانا هعمله انا واخويا، وهنعمل مثلا مطعم، فالمطعم ده احنا هنقترض فيما بعد من البنوك، فعايزين البنك يبقى مصدقنا. لا، خليني في شركة التضامن ده انا واخويا طيب حاجة تانية برضو، اضافة الشركة وعزل الشركة وتخرج الشركة ده امر مهم. في شركة التضامن لازم الشركة كلهم يجتمعوا على هذا الامر، انما في شركات الاموال لا، في الاغلبية بس. بمعنى يعني لو انا عندي 4 في شركة المسؤولية المحدودة، لا، رأي الاغلبية هو اللي بيمشي، 3 بس هو اللي باخد من رأيهم.
تمام. انما في شركه التضامن لا، كله لازم يوافق الا يعني اذا لو في شخص رافض فخلاص لازم العمليه هتبقى واقفه بالظبط، الا في حاله الاضرار. في حاله الاضرار الجسيم، ولازم يثبت الاضرار الجسيم ده. أيوة. زي مثلا حالات بتحصل ان بيكون شريك في شركه بتاعه مسؤوليه محدوده وعايز يخرج من الشركه، والشركه لا عايزين يشتروا نصيبه ولا عايزين يخرجوه. في الحل هنا ايه ده؟ الحاله دي هنا هو بيعرض عليهم الاول قانونيا حصته او قيمه حصته ان هم يشتروها. طب ليهم بقى في خلال 30 يوم ان هم ردوا، واخد بالك؟ والاعلانات في مواجهه الشركات نافذه من اول مره. يعني ما بعتش الاعلان في الشركه. ايوه. لان الشركه المفروض ان هي ليها عنوان معلوم واسمها ده لا يلتبس عليه. حلو. خلاص. فبالتالي بعلنهم ان انا والله عايز ابيع الحصه بتاعتي وتمنها قد كده او قدرت بقد كده. لو رفض دون مسوغ، لا انا ليا حق ان انا اعرضها على الغير. حلو. وبيعها للغير. واخد لبال سيادتك؟ طب حصل ان هم اعترضوا على القيمه وما شابه، لا بقيم دعوه بتعيين خبير ان هو يقيم لي حصتي دي قد ايه. فشلت في كل دول ومعايا القيمه، لا برفع دعوه امام المحكمه الاقتصاديه اسمها دعوه تخارج. فليا كل الحقوق القانونيه لو بقيت الشركاء بيضروني. حلو. انما في شركه التضامن انا متضامن معاكم قلبا وقالبا. طب وديت نقطة مهمة جدا. طبعا حضرتك وضحتها ان هنا في سياسة المسؤولية محدودة باخد برأي الأغلبية، لكن التضامن لا، لازم الجميع يوافق. صحيح طبعا. ومفيش بقى هنا أغلبية. ديت برضو نقطة من ضمن النقط اللي بتبين مميزات وعيوب كل حاجة ومن ضمن الأساسيات كمان. يعني طبعا ديت نقطة أصلا أنا لو غافل عنها أو معرفهاش وجت بعد كده، لأن أنت عارف ان كده في الشركة بيجي في وقت من الاوقات بيحصل خلاف. صحيح. فكده هيجي يحصل خلاف، فانا لو في نقطة زي ديت انا ما اعرفهاش من البداية، لا ده ممكن تدخلني بقى في حاجات انا كنت في غنى عنها. صحيح. ففعلا من الصح ان انا لازم ابقى فاهم كل واحدة مميزاتها وعيوبها بكل تفاصيلها. وده اللي احنا يعني ديت حاجة برضو احنا بنتكلم فيها للمشاهدين، وكنا بنتكلم فيها قبل ما نخش الحلقة. صحيح. اي نعم، الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي هيديني معلومات، هيقول لي ايه هي شركة ذات مسؤولية محدودة، بس مش هيقول لي تريكات ونقط معينة زي مثلا ما احنا اتكلمنا دلوقتي كده. صحيح. قلت لي على نقطة مهمة جدا ممكن الشات جي بي تي ما يقولها ليش، لان هو بيقول لي حاجات سطحيه، معلومات سطحيه، لكن انت بتقول لي على تريكات بناء عن تجارب وخبرات وفقا للواقع العملي والخبرات اللي احنا مرينا بيها. بالظبط كده. فحاجات انت لمستها في ارض الواقع، مشكله حصلت مع حد مثلا وعرفت كانت السبب في ايه، ان هو ما كانش يعرف نقطه زي دي. صحيح. او الفرق ما بين ديت في حاجات في العمق. فايا كان ان انا حتى لو هاخد معلومه من شات جي بي تي، انا باخدها علشان لما اجي اسال مثلا حد مستشار زي حضرتك او استشيره من خبره، فلا انت هتجاوبني بناء عن خبره في حاجات في العمق. فانا ممكن اخد السؤال من شات جي بي تي علشان ابقى عارف بس ازاي اسالك، لكن ما بقاش معتمد بنسبه 100% على شات جي بي تي والغي بقى ان انا اروح لمحامي او اروح لدكتور او اروح للمستشار. صحيح. لان دوت في وقت من الاوقات هيجي يكلفني بشكل كبير جدا. لا، وهكلم حضرتك برضو هنأتي في حديثنا عن حاجات لو انا اغفلتها واستغنيت عن المحامي واستغنيت عن المحاسب ولجأت للذكاء الاصطناعي او ما شابه، ممكن تضر بيا ضرر كبير جدا في شركتي. مظبوط. ممكن كمان تبطل عقد الشركة ذات نفسه. حلو. واخد لبال سيادتك؟ فدي برضو هيأتي عليها الحديث. ايوه، دي حاجة برضو احنا لازم نذكرها، ان هو ممكن يجيب عقد عشان يوفر قرشين فيجيب عقد من شات جي بي تي، لكن عقد دلوقتي يبقى فيه ثغرات كتير. ممكن هو اقول لحضرتك، هو اولا عشان بس الناس تبقى فاهمة يعني، عشان نصحح هذه المعلومة، العقود الخاصة بتأسيس الشركات هي نماذج ثابتة لدى هيئة الاستثمار. يعني حضرتك ما بتبرمش العقد ده عند محامي او ما شابه، لا، هو المحامي اللي بتولى المسألة دي مع محامي هيئة الاستثمار اللي هو بيأسس معاه، محامي التأسيس. طيب هنا في حاجة زي ما حضرتك ذكرت ان هي ديت حاجات ثابتة في هيئة الاستثمار، لكن لو في نقط معينة احنا اتفقنا عليها ينفع ان احنا نضيفها؟ ده لازم.
هو بعد او اثناء التاسيس. وحاليا برضو هنأتي بالحديث في دور عمليه التاسيس دي وبتتم ازاي وما شابه تفصيلا. لكن عشان بس اجاوب على نقطه حضرتك دي بايجاز سريع، العقد اثناء مرحله التاسيس بيعرض على حضرتك. حلو. سواء كنت محاسب، سواء كنت محامي، القائم بعمليه التاسيس، الوكيل المؤسس او الشخص المؤسس لو هو بيأسس بشخصه، بيعرض عليه العقد للمراجعه. تمام. لو هو بيأسس على الشباك، وهو حتى التأسيس على الشباك دلوقتي خلاص بقى كله اونلاين، كله عن طريق الموقع الخاص بالهيئة. فحضرتك بتراجع العقد، ولو حضرتك عايز تعدل في بنود العقد قبل المراجعة النهائية وقبل اعتماده، وليك الحق طبعا. طبعا، وده امر مهم جدا 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 جدا. ولازم القائم بالعملية دي يكون على علم ودراية، ما يكونش بيعملها من خبرة، ما يكونش بيعملها من واقع ان هو والله انا اسست مرتين ثلاثة فانا خلاص عارف الموضوع بيمشي ازاي. لازم يكون عنده مرجعية علمية، لازم يكون عنده دراية. لو هو التأسيس ده بيتم وفقا لقانون 159 الصادر لسنة 1981 اللي هو قانون الشركات الأول والأخير الذي يعمل به حتى تاريخه، ولا هي وفقا الشركة دي مؤسسة وفقا لقانون الاستثمار ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 الصادر لسنة 2017. لازم القائم بالعملية دي بعملية التأسيس يبقى عارف هو بيختار ايه، وايه الحقوق اللي بيديها لكل شريك، وحصة كل شريك بتبقى عاملة ازاي، ووضع التصفية. ده امر مهم جدا، تصفية الشركة، لان القاعدة الثابتة ان التصفية دي يتفق عليها فيما بين الشركاء. آلية التصفية بيتفق عليها فيما بين الشركاء. طب لو ما فيش، لا يبقى انا كده هلجأ للقواعد العامة اللي هي التصفية من خلال الشركة. طب لو تعذر بعين مصفي، طب لو ما فيش مصفي المحكمة بتعينه، الى اخر هذه الاجراءات. فمهم جدا عشان اتفادى المشاكل دي ان القائم بالعملية التأسيس يراجع كل البنود دي. طيب هنا في جزئية حضرتك برضو ذكرتها بالنسبة لعملية التصفية. مثلا انا شخص، احنا دلوقتي مجموعة شركاء، 4 شركاء مع بعض، دخلنا بيزنس، عملنا شركة او نوع من الشركات ديت. طيب هنا مثلا جه في وقت من الاوقات ان الشركة ديت محتاجة سيولة، 3 منهم وافقوا ان هم يحطوا، واحد قال لك انا ماليش دعوة. طيب هنا بقى الشخص اللي رفض دوت، مع ان الفلوس لازم تتحط عشان الشركة تمشي، طب الشخص اللي رفض يحط فلوس زيادة دي، هنا بيكون كيفية التعامل معاه. يعني ازاي بقى بقدر من هنا ان انا اتعامل معاه، لان خلاص احنا 3 اتفقنا وهنحط الفلوس، لازم هنحط الفلوس عشان الشركة تمشي او نطلع من التحدي اللي احنا موجودين فيه، وحطينا الفلوس فعليا وطلعنا من التحدي. بس هل هنا يبقى ينفع ان احنا دلوقتي دوت يبقى نفس النسبة بتاعته ما حطش فلوس، والناس ديت هي حطت فلوس وتبقى برضو نفس النسبة بتاعتها؟ فهنا اقدر بقى اتعامل مع الموقف دوت ازاي؟ هو اولا يحدد على وضع الشريك. لو الشريك ده مدير ولا هو مش مدير، لو ليه حق الادارة والتصويت وانا ملوش حق التصويت، على حسب برضو نوع الشركة وعلى حسب الشريك في الشركة. حلو. لو هي شركة اموال ولا شركة اشخاص. لو اللي حضرتك بتقول عليه ده في شركة الاشخاص فلا يستقيم، لازم كلهم يوافقوا، لا يستقيم قولا واحدا. لكن لو هي في شركة الاموال واحد الشركاء لازم هو رافض، لازم رفضه ده يكون مسبب. واخد لبال سيادتك، وتعقد جمعية بهذا الامر. طب ما هنا في حاجة، يعني ما فيش قانون معين يقدر من هنا يحدد ان احنا قلنا ان بتاخد برأي الأغلبية. طب في شركة ذات مسؤولية محدودة، طيب هنا لو خدنا برأي الأغلبية ان الفلوس لازم تتحط، وانت عارف ان في وضع الشركات ممكن القرار في لحظة يا اما يوقف يا اما يوقع، فهنا انا مش هقدر بقى ان انا لسه اعمل قواضي وارفع واعمل، هيكون اصلا الشركة خلاص انهارت، فكده كده لازم هنحط الفلوس. طيب هنا الأغلبية لو اجمعوا يقدروا بعد كده ان هم يقللوا من نسبة الشخص دوت. يعني احنا خلاص احنا التلاتة اتفقنا ان احنا هنحط فلوس وحطينا الفلوس طالما انت رافض،
بس بعدها هنيجي نعدل بقى في اوراق الشركه ونعدل النسبه بتاعتك، ابيت او يعني رضيت او رفضت، كده كده خلاص احنا اتفقنا ان احنا نقلل النسبه بتاعتك عشان انت ما حطيتش فلوس. لا طبعا ما ينفعش ده. لا طبعا. طب ما هو هنا الضرر واقع على الثلاثه والشخص دوت هو المستفيد، يبقى هنا اتحل معاه ايه؟ الشخص ده استفاد بايه؟ ما هو استفاد ان انا ما حطيتش فلوس، وان الشركه فضلت شغاله بناء على الناس التانية هي اللي حطت فلوس. مثلا احنا الاربعه كل واحد فينا حط 50. هو حضرتك عايز تقول ان راس المال هنا زاد يعني؟ راس المال زاد. ما هو مش هيزيد الا بموافقته. ما هو لا، ما دي حاجات اساسيه. ما هو اللي سيادتك في تصويت بالاغلبيه على اشياء، وفي تصويت بالاجماع على اشياء اخرى. لكن دي الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي من التعديل الاساسي لهيكل الشركه. لا، ده يستلزم الاجماع. طيب ما هو هنا ممكن ما يكونش راس المال دوت هو عايز يزيد في الورق، لكن في صفقه معينه مثلا، يعني اتفق في صفقه المفروض الصفقه دي كل واحد فينا يدفع فيها مثلا 100,000 جنيه. فاذا واحد منهم رفض ان هو يدفع 100,000 جنيه، فالشركه بلزمه طبعا. لا بلزمه ليه؟ ده طبعا بقدم عليه دعوه بلزمه فيها ان هو لازم يقدم الحصه بتاعته دي. ده قانونا لازم طبعا. يعني في مخارج اصلا طبعا. طيب هل هنا في المخرج دوت ممكن ينفع في نوع ونوع تاني لا؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا لو انا عامل توصيه، لو شركه توصيه او مسؤوليه محدوده او شركه تضامنيه، يفرق هنا الالزام؟ بيختلف طبعا. بيختلف. شركات الاموال بيختلف فيها عن شركات الاشخاص زي ما احنا وضحنا. حلو. ما هو انا بسأل حضرتك الاسئله ديت ليه؟ علشان اعرف المشاهد ان هي قصه، مش مجرد ان انا اروح اعمل لي الشركه ديت شكلها حلو فاعملها له وخلاص. لا ده في تفاصيل بشكل دقيقه وعميقه. صحيح. لو سالت الذكاء الاصطناعي، لو سالت حد بشكل عام، صحيح. حتى لو واحد عنده شركه ذات مسؤوليه محدوده مش هيقدر برضك يقول لي النقط زي ما حد زي حضرتك هيقدر ان هو يفيدني فيه. صحيح. فاذا هنا الفكره مش في ان انا اعرف بس نوع الشركه، لا، ده انا وقت ما حاجه اسس في نوع كتير جدا لازم اتكلم فيه، ولازم اكون فاهم اداريا عشان اقدر احدد النوع المناسب ليا. لان انا لو مش فاهم اداريا حاجه جزئيه زي ديت، يعني النقط زي اللي احنا اتكلمنا فيها، في عشرات ومئات من النقط كمان، عشان انا راجل في الاداره فتعاملت مع شركات كتير ولمست مشاكل مع شركاء كتير ولمست نقط كتير زي ديت. فهنا انا بقيت دلوقتي فاهم ان انا لما اجي مثلا اختار شركه واسال حضرتك مثلا على نوع شركه، لازم اقول لك ده مثلا حصل مشكله كذا مع فلان وفلان. طب لو حصل كذا بعد كده في المستقبل مع الاشخاص ديت نعمل ايه؟ طب لو حصل كذا نعمل ايه؟ طب لو حد عايز يتخارج، طب لو حد مش عايز يزود راس مال، طب لو في 2 موافقين و2 رافضين. كل الامور ديت لازم ابقى فاهمها، مش مجرد بس ان انا ابقى عارف شركه مسؤوليه محدوده دي بنودها 1 2 3، لا، الاهم من ده صحيح لازم اعرف تفاصيل. التفاصيل العميقه ديت. اخر نوعين بقى احنا ما اتكلمناش عنهم، اللي هم النموذج الاول اصلا لشركات الاموال، الا وهي شركه المساهمه. ايوه. شركه المساهمه دي هي شركه يقسم راس مالها على اسهم. طب ده اللي بيفرق بقى عن شركة المسؤولية المحدودة. شركة المسؤولية المحدودة يقسم راس مالها إلى حصص مش أسهم. شركة المساهمة الأسهم دي يجوز ليها الاكتتاب العام ويجوز ليها الاكتتاب الخاص. لا، شركة المسؤولية المحدودة ما فيهاش اكتتاب. الحصص بتاعتها مغلقة. هو يعني ايه اكتتاب؟ اكتتاب ده يعني انا بطرح الحصص الاسهم بتاعتي في البورصه، مظبوط، او في سوق المال. الاكتتاب العام ان انا بطرح الحصص بتاعتي للكافه علشان يشتروها. اما الاكتتاب الخاص او الاكتتاب المغلق ده حضرتك الاسهم بتاعتنا مغلقه علينا. طيب هنا بقى نيجي في راس المال. راس مال شركه المساهمه لو الأسهم بتاعتها هتطرح في الاكتتاب العام يبقى لا يقل عن 500,000 جنيه. طب لو مش هتطرح وهتبقى اكتتاب مغلق أو كتاب خاص، لا، يبقى 250,000 جنيه.
هنا لازم بيبقى ليها حد ادنى. طبعا هاجي بقى في النقطه الثانيه. طيب هنا راس قبل ما المال، اتفضل. نتنقل للنقطه الثانيه، الاكتتاب العام او الخاص دوت بيكون برضو بحدده من بدايه التاسيس طبعا. ولا بعد كده لا، ده عادي؟ من البدايه خالص، من البداية وبرضه خالص. يحدد وفقا لنشاط الشركه. طيب بعد كده انا ممكن اعدله ولا لا؟ هتعدله، تعدل الكتاب نفسه يعني انك تطرح الكتاب، طبعا ليك حق. تمام. بس برضه هتعدل الهيكله بتاعت الشركه كلها. تمام. طيب الحاجه الثانيه الخاصه براس المال، في حاجه اسمها راس مال مرخص بيه وراس مال مصرح بيه. تمام. او المصدر والمصرح بيه. المصدر ده اللي هو الكامل. انا بقول ان الشركه دي راس مالها 1,000,000 جنيه. تمام. خلاص، يبقى هو ده الراس مال المصدر. المصرح بيه اللي انا هدفعه. طيب انا بدفع كام؟ بدفع 10% في الاول. ولازم اكمل 25% في خلال 3 شهور من تأسيس الشركة. واكمل المبلغ كله خلال 5 سنوات من تأسيس الشركة. ده بيبقى ايداع في حساب الشركة. بودع طبعا الاسهم كلها، بودع قيمة الاسهم دي كلها. تمام. خلال ال5 سنوات. طب ودوت بيبقى ثابت يعني بعد ما بعمل تأسيس بقدر ان انا اسحبه، ولا دوت بيبقى ثابت؟ لا، ده ثابت ما بيتسحبش. ده ثابت ما بيتسحبش. طيب بعد ما عديت ال5 سنين وربنا كرمني وشركتي نجحت وكسبت وحققت نجاحات كويسة ووصلت ان هي تقدر تسدد كامل راس المال واستقرت وما الى ذلك، ليها الحق انها ترفع من راس المال المصرح به 10 اضعاف. يعني انا مثلا بدأت ب1,000,000 جنيه، سددتهم بالكامل، لما سددهم بالكامل ارفع بقى راس المال ل 10 مليون. طيب هنا بيعتبر برضو راس المال الاعتباري اللي هو المكن والمعدات، عربيات، العين دوت بيعتبر برضو. ما هو هنا بقى الشركة دي بتقسم الى شركاء مؤسسين اللي هم اعضاء مجلس الادارة، وشركاء مساهمين. الشريك في رئاسة مجلس الادارة ده ومجلس الادارة والاعضاء المؤسسين، هم دول اللي ليهم حق الاداره، هم دول اللي مسؤولين، ولكن مسؤولين بقيمه الحصص بتاعتهم او الاسهم بتاعتهم. لكن هو مش مسؤول اكتر من كده. خلاص. طبعا بيبقى ليها اداره صارمه جدا 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 جدا. راس المال على فكره بيختلف على حسب نوع المشروع اللي حضرتك هتعمله. يعني في انواع مجالات معينه لازم لها حد بيشترط فيها حد ادنى. زي ايه؟ زي شركات الاموال، شركات تجاره الاموال يعني. او الاستثمار في الاموال. او الاستثمار في العملاء، في الاوراق اللي يجوز تداولها. يعني مثلا لو انا شركه وسيط مالي ما بين الناس اللي ما بين المستثمر وما بين البورصه مثلا، ده لازم ليه حد ادنى اللي هو 5 مليون. وبعد كده في حد ادنى بقى للمشروعات اللي اكبر 10 مليون، وفي مشروعات تانية 2.5 مليون وهكذا. واللائحه التنفيذيه بتقرر بعد كده آلية كل شركه على حده. طيب امتى ألجأ للشركه دي وامتى افكر فيها؟ لما يكون مشروعي ده مشروع ضخم، مشروع بيتعدى الملايين، يعني ما يبقاش مشروع قيمته 500,000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه ولا حاجه وراح اقول يلا انا هعمل شركه مساهمه. لا، او ممكن يكون على حسب الرؤيه بتاعته والغرض والهدف بتاعه. يعني ممكن يكون راس مالي صغير في البدايه، لكن انا هدفي ان انا مثلا اعمل شركه توظيف اموال. طيب. او هدفي مثلا ان انا اطرح الاسهم ديت علشان اجمع فلوس. لو حضرتك عندك الامكانيه الماديه ان حضرتك تسدد راس المال ده وتسدد مصاريف الشركه ورسوم الشركه وما شابه، مفيش اي مشكله طبعا. لكن احنا بنتكلم على واحد لسه بيفكر ان هو يعمل ستارت اب. لا، حضرتك ما تجريش تعمل شركه مساهمه. أيوه. لا، حضرتك ممكن تعمل على حسب انت معاك كام شريك. يعني رغم ان شركه المساهمه لا يجوز فيها ان الشركاء يقلوا عن 3، الا ان انا ما بنصحش بكده. لازم يكونوا 4 فيما فوق. عشان لو واحد منهم غاب ما انا محتاج الاغلبيه. مظبوط. ما اقعدش بقى انا ادور عليه واعمل قضايا والجا لده والجا لده. فبتكون 4 فيما فوق. طيب هنا في سؤال، انا ممكن ابتدي بشركه الفرد الواحد، بعد كده ممكن احولها
فيما بعد لو عايز اوصلها شركه مساهمه اقدر ان انا احولها لكده؟ تقدر طبعا. يعني اي نوع من انواع الشركات اللي احنا قلنا عليها اقدر احولها بعد كده لذات مسؤوليه محدوده او صحيح. مساهمه او الامور دي كلها. صحيح. طيب هنا هل بيحصل تغيير في الهيكل الاداري او في هيكل الشركه بعد ما اجي احولها؟ ما هو على حسب التحويل ده بيكون يعني ازاي، هل هو بيكون اندماج؟ فالاندماج ده حضرتك الشركه المدمجه بتمحي الشركه اللي اندمجت فيها، ولا بيكون ضم، ولا بيكون على اي سبيل؟ ايوه ده وده برضو موضوع يطول شرحه. تمام. واخد لبال حضرتك، لكن انا يبقى عندي الاساس ان طالما انا الغرض بتاع الشركه بتاعتي هو نفس الغرض او يتناسب مع الغرض اللي انا هدخل فيه او هكون بيه شركه من شركات الاموال زي المساهمه، مفيش اي مشكله. طيب هنا احنا عايزين ننتقل لجزئيه تانية او نقطه تانية نتكلم فيها. احنا عرفنا هنا ايه هي انواع الشركات وعرفنا نوع كل واحد فيهم، واحنا عايزين نقول ان اصلا ممكن كل واحده فيهم هي عايزه حلقه علشان نقعد نتكلم عن مميزاتها وعيوبها والتفاصيل اللي فيها. صحيح. ونحكي مواقف حقيقيه حصلت فيها عشان يظهر العمق بتاعها اللي مش باين بشكل سطحي بالنسبه للناس. صحيح. فده طبعا هيبقى في لقاءات كتير جدا ان شاء الله هنرتبها مع بعض ونتكلم فيه. طيب يبقى احنا كده عرفنا انواع الشركات، وعرفنا ايه مميزات وعيوب كل شركه، وعرفنا ان انا لما اجي اختار اي شركه ما بختارهاش كده بدماغي اللي ديت شكلها عجباني، لا ده انا لازم اقعد مع مستشار زي حضرتك واعرض عليه فكري ورؤيتي ونشاطي ومجالي واصدقائي ومعارفي وراس مالي واللي عايزه، يعني اكلمه في كل حاجه عشان يقدر يختار لي الحاجة المناسبة بالظبط اللي تبقى مناسبة ليا كمان قدام، مش مجرد بس حاليا. صحيح. تمام. طيب هنا احنا هيبقى لنا لقاء تاني في حديث ان احنا نمسك كل شركة فيهم نحكي فيها مواقف حصلت مع اشخاص، بحيث ان احنا نطلع منها باعتبارات كتير وكل واحد يبقى عارف ايه اللي مناسب ليه بشكل كويس جدا. لكن حاليا احنا هنبتدي ننتقل. احنا دلوقتي كمصر شغالين بشكل كبير جدا على ان احنا نجذب الاستثمارات الخارجيه. صحيح. وبفضل الله ثم الحكومه الحاليه قدرت ان هي تعمل تسهيلات وبتعمل تسهيلات ان هي تجذب المستثمرين، زائد ان احنا في بلد زي الغردقه وزي شرم الشيخ والبلاد السياحيه اجانب كتير بفضل ربنا بتيجي تعيش في البلد عندنا وبتبقى عايزه تعمل مشاريع وتعمل بيزنس. ففي ناس بتبقى عايزه تيجي من دول اخرى تفتح شركات ليها او فروع تانية ليها هنا. فاحنا الملف دوت ملف مهم جدا 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 بالنسبه لناس كتير اجانب، وبالنسبه كمان ان في ناس بتستغل ان هو مش من البلد وبيستغله. فاحنا عايزين نوضح له ونوعيه ونفهمه ايه الصح ونعرفه يعمل ايه ويروح فين ويجي منين، على اساس ان هو حتى لما يجي يتعامل مع حد يعرف الشخص دوت هو فعلا بيستغله لا ولا بيتعامل معاه بضمير. فاحنا عايزين نعرف لو انا شخص اجنبي وحبيت ان انا اعمل استثمار ايه هو اللي مناسب ليا من حيث انواع الشركات وايه اللي بينطبق عليا وايه الاشتراطات اللي لازم تكون واقعه عليا وايه الاوراق اللي المفروض اكون محضرها. هو سؤال ممتاز، سؤال جميل، ولكن هو على فكرة يعني برضو تناوله في هذه الحلقة يعني ظلم لي، لان هو محتاج حلقات، لان هو مواضيعه كتيرة جدا وغزيرة وفيها حاجات كتير. طيب اللي يهمني بادئ زي بدء زي ما انا اشرت وقلت القانون الصادر في سنة 2017 رقم 72. القانون ده جاب ما قبله من قانون الصادر سنة 97 علشان يهدف الى زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان الدولة عايزة تحفز المستثمر الاجنبي على انه يستثمر. حلو. وعايزة تديله معاملة زيه زي المعاملة اللي بيحظى بيها المستثمر المحلي. القانون نفسه بتاع 72 ده اسمه ايه؟ اسمه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. فهو مش بس بيبيح للأجنبي ان هو يأسس شركة، لا ده بيديله ضمانات عشان يبقى ضامن زي ما احنا بنقول كده باللغة الدارجة يبقى ضامن ان مشروعه ده هيحظى بعدالة كافية وهيحظى بضمانات كافية تخليه
او تحفزه على الاستثمار. اهم هذه الضمانات ان مشروع الاجنبي في مصر يحظى بمعاملة المثل زيه زي المستثمر المحلي، بل في بعض الحالات يجوز للمستثمر الاجنبي انه يحظى بمعاملة تفضيلية، ده بقرار من رئيس الوزراء. طيب الحاجة التانية من الضمانات المهمة جدا للاجنبي ان هو يبقى عارفها او في مشروع الاجنبي، انه بيحظى باقامة طوال مدة المشروع الاستثماري. اي نعم هذه الضمانة قيدت في الفترة الاخيرة دي لسوء استغلالها من البعض، فتوضع ليها شروط تقدر تحكمها اكتر وتحدد آلية العمل بيها اكتر، ولكن هي ما زالت ضمانة للاجنبي. من ضمن الضمانات انه لا يجوز الحجز الاداري على المشاريع الخاصة بالاجنبي الا في حالة استصدار حكم نهائي بات او امر قضائي. كل ده استثناء ديون الضرائب والتأمينات فيجوز فيها، ولكن بعد ما اديله مدة كافية عشان يسوي اموره وما الى ذلك. ما ينفعش ان انا أأمم المشروعات بتاعته، ما ينفعش ان انا انتزع ملكية العقارات بتاعة المشروعات بتاعته الا للمنفعة العامة وبعد ما عوضه تعويض عادل كمان. تمام. طيب ايه كمان ليه؟ ان هو يستخدم 10% من العمالة الأجنبية في مشروعه، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 20% لو ما عنديش كوادر محلية كافية للمشروع. تمام. فدي ضمانات كتيرة جدا للمستثمر الأجنبي. طب المستثمر الأجنبي يقدر يعمل أي نوع من الشركات لوحده؟ يقدر يعمل كل الشركات لوحده. يعني هنا ممكن يبقى بنسبة 100%؟ مش بنسبة 100%، في استثناءات وهقولها لحضرتك. هو يقدر يعمل أغلبها. تمام. خلاص. وليه كمان من ضمن الضمانات إن هو يستورد المواد الخام الخاصة بمشروعه من غير ما يسجل نفسه في سجل المصدرين والمستوردين. من ضمن الضمانات المهمة جدا اللي بتحمس اي اجنبي ان هو يحول كل الارباح اللي هو بيتربحها لدولته بره بدون اي قيود. تمام. ليه حق ان هو يصفي كمان الشركة بتاعته ويرسل قيمة التصفية بتاعتها واموال التصفية بتاعتها بعد ان يسدد كل المديونيات اللي عليه، يبعتها لبلده بدون اي قيود وبالعملة التي يراها. طب حتى في ظل القيود الحالية على العملات الصعبة؟ طبعا. تمام. طالما هو ده ناتج عن مشروع الاستثماري وكل شيء تم تحت اطار القانون ما بيمنعوش ابدا ابدا. القانون بيمنعه لما بيخالف هذا الاطار. تمام. لما بيخرج عن هذا الاطار، محاولة منه للتضليل او ما شابه. طيب ايه بقى المشروعات اللي الاجنبي ده محتاج فيها مصري؟ من ضمن الاستيراد والتصدير المفتوح، يعني للمجموعات المفتوحة، ده بيلزم فيه ان الشركة دي يكون فيها مصري بنسبة 51%. ويلزم ان الشركة دي تكون عدى عليها سنة، ويلزم ان الشركة دي راس مالها ما يقلش على 2 مليون جنيه. طيب هنا في النقطة، يعني ايه يلزم ان يكون عدى عليها سنة؟ يعني المصري اللي يفتح الشركة الاول ويعدى عليها سنة بعد كده يخش معاه شريك اجنبي؟ المهم ان عمر الشركة دي عدى عليها سنة. الشركة نشاطها الاساسي الاستيراد والتصدير. حلو. عدى عليها السنة. وقوائمها التجارية واعمالها التجارية تغطي او تستوفي الشروط. حلو. المطلوبة بقيمة الاعمال، لان هي لها قيمة اعمال محددة. لو بلغت هذه القيمة يبقى يصرح ليها انها تقيد في سجل المصدرين والمستوردين، ولو هي شركة فيها شريك اجنبي. خلاص. يعني من البداية ما ينفعش يخش مع الشريك اجنبي؟ لا عادي خالص. يخش مع الشريك الاجنبي، لكن هو امتى يقدر يقيد نفسه؟ لازم يعدي عليه المدة دي. تمام. واخد لبال سيادتك؟ تمام. ده من ضمن اهم الشركات اللي بتمنع دخول الاجنبي دون المصري. تمام. وان هي ما ينفعش تكون ممتلكة بالكامل للاجنبي. في شركات كتير، يعني في انواع معينه وانشطه معينه لازم يوجد فيها لازم يكون طبعا. في شريك مصري. زي ما قلت، لا مش هينفع خالص ان الحديث يكفينا عنها. أيوة وعن مزبوط. انواعها وعن اشكالها
وايه الشروط وما الى ذلك. ولكن اللي اقدر اقوله لحضرتك ان الاجنبي بيحظى بذات المعامله اللي المصري بيحظى بيها من ناحيه الشركات وتاسيسها. لكن في انشطه اخرى برضه هو بيقدر ان هو يمتلكها بنسبه 100% بدون شريك مصري. تمام. طيب من ناحيه بقى التاسيس، الاجنبي بيأسس ازاي وايه اللي بيفرق عنه عن المصري؟ مظبوط. الاجراءات اللي بيحتاجها الاجنبي في تأسيسه من ضمن الاجراءات دي الاستعلام الامني. ده استعلام بيتم بواسطة او عن طريق هيئة الاستثمار، وبيتم فيه كتابة جميع البيانات الخاصة بعنوان هذا الاجنبي خارج مصر وتليفوناته وما شابه، والهيئة بتتأكد ان الراجل ده معلهوش اي حاجة في سجله الجنائي، وبناء عليه بتقول لحضرتك مفيش مانع عن ان هو يأسس الشركة. تمام. دي الحاجة اللي بتختلف. دي اللي بتختلف. انما باقي الاجراءات عادي جدا بيأسس زيه زي المصري. طب هو شرط هنا يكون معاه اقامة في البلد ولا ممكن يأسس يعني يجي مثلا زي مثلا ما بنشوف شباب بيروحوا زيارة الامارات شهر شهرين يأسس شركة وياخد بعضه ويرجع؟ بالفعل. فهل هنا برضو لازم بالفعل هو بيأسس بالإقامة بتاعة السياحة اللي بيدخل بيها من المطار. حلو. عادي جدا بيعمل توكيله، وبنبدأ بالتوكيل ده بنعمل له كل الإجراءات بتاعته ومفيش أي مشكلة. بس هنا هو لو مدة الزيارة بتاعته انتهت لازم هو يغادر. في كل الأحوال بعيدا عن الزيارة تنتهي أو لا، القانون هنا بيشترط عشان هو يأسس له إنه يكون معاه إقامة سارية. ما اشترطش نوع الإقامة. ما قالوش أنا عايز منك إقامة لغير السياحة زي في الزواج مثلا لبعض الجنسيات. لا، هو بيقول له انا عايز منك اقامه تكون ساريه. الاقامه اللي بيكون ساريه دي هو عشان فقط يعمل بها التوكيل اللي يبيح تاسيس الشركات وتمثيله امام هيئه الاستثمار. يعني هو مش شرط مده الاقامه دي خالص. لكن بعد كده هو هيبقى بقى المفروض ان هو يعمل اقامه يعني 2-3 عشان يعرف يمارس نشاطه هنا. هقول لحضرتك بقى في الجزئيه اللي تخص الاقامه بتاعه الاجنبي دي برضو المفروض ان احنا يليها حديث طويل مفصل بس بإيجاز شديد. الأجنبي ليه إن هو ياخد إقامة ويتحصل على إقامة استثمارية، ولكن مش لكل المشروعات. في بداية إصدار هذا القانون والعمل به كان معظم الأجانب بياخدوا إقامات على المشروع الاستثماري، إلى أن أسيء استخدام هذه الخاصية، وبدأ بعض من الحالات الفردية من جنسيات يعني متواجدة في مصر بشكل كبير بدأوا ان هم يستغلوا موضوع الشركات ويأسس شركة لغرض بس ان هو ياخد اقامة عشان يتفادى بيها الشروط المخصصة للإقامات ومصروفات الاقامات. فطبعا الدولة عندها وعي لهذا الشأن وبدأت انها تتصدى ليه، وما بقتش تدي الإقامة للمستثمر ده إلا لما تتأكد وتتيقن إن مشروعه حقيقي. وتتأكد إن مشروعه ده آتي بثماره فعليا. مش هيديله الإقامة كده لمجرد إن هو أسس النهاردة يروح يقول له تعالى بكرة خد الإقامة. لا، زي ما قلت لحضرتك أقل حاجة بيعدي عليه سنة. حطوا لها الشروط من ضمن الشروط أقل حاجة بيعدي عليه سنة، ولازم يكون فعلا عامل أرباح او عامل يعني في اعمال تجاريه تمت. والاعمال التجاريه دي اوقات كمان بيحددها له على حسب الغرض بتاعه بوعاء معين لازم يتخطاه. لو هو ما عملش الوعاء ده لا والله انا مش هدي لك الاقامه لان انا ارى ان موضوعك كده مش حقيقي. كمان بيستوجب عليه بيعمل له معاينات. بينزل يشوف مكانه، بيشوف مشروعه ده حقيقي ولا لا، ولا مشروع وهمي، ولا مشروع لم يبدأ بعد، ولا وضع المشروع ايه. لازم يقيم حالة المشروع. فلما بيلاقي ان الاجنبي مستوفي كل هذه الشروط بيديله اقامة بتكون سنوية وتجدد. طب بتختلف في نوع الجنسية في التأسيس ولا ايا كانت الجنسية وبيندرج تحت اجنبي؟ لا مش بالضرورة. مفيش تمييز. احنا ما عندناش تمييز عنصري. هي كل الحكاية زي ما قلت لحضرتك الإجراء الخاص بالاستعلام الأمني فقط. لو هو تجاوز هذا الأمر، وفي الطبيعي ان هو بيتجاوزه، والطبيعي والعملي من الواقع العملي ان الموضوع ده ما بياخدش وقت. يعني ده بيبقى إجراء من ضمن الإجراءات وبيتعمل
ويعني ما واجهتنيش بصراحة حالات تم إيقاف التسجيل بسبب إن الأجنبي عنده مشكلة يعني تمس هذا الشأن. طيب بالنسبة تتعلق للمصاريف بهذا الشأن. الإدارية، هل الأجنبي مصاريف الإدارية بتاعته زي المحلي ولا تماماً. بتختلف؟ تماما يعني ما فيش ذات أي المصروفات، تفرقة، هي نفس مفيش المصروفات. أي تفرقة يا فندم. والمدة الزمنية برضو في عملية التأسيس الاتنين زي بعض. زي بعض. تمام. بمناسبة المدة الزمنية، احنا عاصرنا بداية هذا القانون وبداية تطبيقه كان عامل ازاي، وكنا بنلاقي صعوبة شديدة جدا 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 في تأسيس الشركات الأول قبل تطبيق هذا القانون وأول ما بدأ هذا القانون، لدرجة ان احنا كنا علشان ناخد رقم في هيئة الاستثمار كنا بنروح من 5 الفجر ونقف مع السادة الزملاء، وبالأولوية بقى ايه للي جه الأول. أيوة. ونكتب أسامينا، أول 10 أسامي هم اللي بياخدوا أول 10 أرقام. أيوة. والساعة 8:30 بالظبط نجري كلنا عشان تلحق الشباك عشان تقدر تأسس. أيوة. إنما هذا الأمر اختلف دلوقتي. كله دلوقتي أصبح عن طريق أونلاين. الموقع الخاص بهيئة وطبعا الاستثمار. دوت يعني دوت من ضمن المشاريع بصراحة دي مصر وفرت شغالة فيها. علينا كتير، إلا في شركة الشخص الواحد، وهي دي بس اللي بستلزم فيها إن المعاملة أو التأسيس يتم عن طريق الشباك. ولكن بيتم أغلب الإجراءات زي شهادة عدم الالتباس الاسم، دي بتتم أونلاين برضو من على الموقع، وبقية الإجراءات بعضها بيتم أونلاين. لكن بقية الشركات إن ما كانش معظمها إن ما كانش أغلبها بيتم تأسيسه على الموقع، وصولا حتى للتوقيع الإلكتروني بالتوكن، وصولا إلى التوقيع على الشهر العقاري وشهر كل حاجة، كل الإجراءات. احنا ما بنروحش غير عشان نستلم تقريبا. تمام. طيب احنا هيبقى لنا بقيه في الحديث عن الامور ديت كلها ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنرتبها مع بعض. احنا دلوقتي عايزين نغلق الحلقه بتاعتنا بايه هي الاوراق اللي بتحصل بقى، يعني مثلا بتطلع سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، ترخيص مثلا مجلس مدينه، كذا كذا كذا، يبقى ايه هي كل الاوراق اللي بتستوفي لكل شركه، وهل الاوراق ديت كلها بتبقى واحدة على كل أنواع الشركات ولا بتختلف من نوع لنوع؟ تمام. بالنسبة للتأسيس حضرتك بتسأل؟ أيوة مش بالظبط كده. طيب. يعني أنا مثلا دلوقتي لما أروح للمحامي أقول له أسس لي شركة، إيه الأوراق اللي المفروض هو يداني كلها؟ بيدي حضرتك ايه حضرتك تقصد، ولا عشان تأسس؟ لا علشان أنا بقول له دلوقتي أنا عايز أسس شركة. طيب. فإحنا دلوقتي قلنا مثلا هأسس شركة الشخص الواحد أيا ما يكون. إيه بقى الأوراق اللي هو المفروض بعد ما أسس الشركة يسلمهاني؟ يعني مثلا شهادة مثلا ترخيص معين لازم يكون موجود، سجل تجاري كده. تمام. طيب المتبع عشان أنا أسس شركة، عشان برضو حضرتك تبقى عارف من البداية وصولا إلى النهاية. تمام. أنا هأسس شركة سواء بقى شخص واحد أو شركة من شركات الأشخاص أو شركة من شركات الأموال، كلهم بيؤسسوا في هيئة الاستثمار. حلو. وكلهم عشان بس محدش يعني يبطل عليك معلومة ويقول لك لا والله ده عملنا في المحكمة، الكلام ده كان زمان واتلغى، ودلوقتي بقى كله في هيئة الاستثمار. حلو. سواء زي ما قلنا بالقانون 59 ولا ب 72، كلاهما بيتم تأسيسه عن طريق هيئة الاستثمار. يعني خطوة رقم 1 هيئة الاستثمار. هيئة كلهم عشان بس الناس تبقى فاهمة، أي حاجة تتعلق بتأسيس الشركات أو ما بعد التأسيس هو من اختصاص هيئة الاستثمار، ده بقانون 72. خلاص. طيب أنا بقى مطلوب مني إيه لما باجي أسس؟ مطلوب مني أول حاجة إن أنا بعمل توكيل للمحامي أو للمحاسب القانوني اللي بيمشي لي في الإجراءات. طبعا من ضمن الحاجات الأساسية المهمة جدا هي اسم الشركة. اسم الشركة بتاعتي ده لازم يكون اسم مميز محدش تاني خده، فرد وحصر محدش تاني خده. وهو ده اللي بيميز الشركات على الاشخاص، ان يعني حضرتك ممكن تبقى فيه محمد احمد محمد. أيوة. لكن الشركات لا. الشركات هو اسم واحد فقط، لا يجوز التباسه مع اسم تاني. عشان كده اول حاجة بنعملها هي اسمها شهادة عدم التباس الاسم. الاول
كنا بنعمل شهاده عدم التباس الاسم دي من على الشباك زي ما قلنا، والموضوع كان بيبقى اعسر ما يكون. وهنا الاسم ده بيبقى دولي ومحلي؟ الاسم ده اسم الشركه هنا في مصر. هنا في مصر لا او عشان نقدر نقول شركات، هي الشركات التي تقام على الاقليم المصري. يعني ممكن اجيب اسم شركه مثلا في اي دوله تانية عجبني واروح مسميه هنا في اهم مصر. حاجه ان هو مش ملتبس معايا هنا في مصر، موجود هنا في مصر. اهم حاجه ان هو ما يكونش ملتبس معايا هنا في مصر. تمام. وطبعا في قيود للاسامي، ان هو ما يبقاش يوحي بشيء ديني، ما يبقاش حاجات كتيره يعني. طيب، فاول حاجه زي ما قلنا الاسم. انا بختار اسم، باعطي مثلا المحامي بتاعي حوالي 10 اسماء. تمام. بقول له دي الاسماء المقترحه، اتفضل حضرتك اشتغل عليهم. لازم ابقى عارف ان الاسم ده بياخد من 2 إلى 3 ايام عمل عشان يتم فحصه ويتم الرد عليه. وما بقدرش اقدم اكتر من اسم عن ذات النشاط. بقدم الاسم وبنتظر النتيجه يومين 3 مثلا على حسب دور حضرتك، لان هو حضرتك بتدخل على الموقع وبتقدم الاسم، وبعد انتهاء الاجراءات بيقول لك والله دورك كذا، وبتبدا تتابع دورك الى ان ينتهي، وبيبعتوا لحضرتك ايميل يقول لك والله الاسم بتاعك كذا. طيب، من بعد كده تبدا بقى مرحله تعيين مراقب حسابات. لازم اي شركه يعين ليها مراقب حسابات، ومراقب الحسابات ده بيدينا اقرار قبول تعيينه عشان يرفق من ضمن المستندات بتاعت الشركه. تمام. طبعا بالاضافه الى زي ما قلنا الوكاله، الاسم التجاري، تعيين مراقب الحسابات. تمام. دي المستندات الاساسيه اللي بعملها في بدايه تاسيسي للشركه. ترفع كل المستندات دي على الموقع الخاص بالهيئه، وبيتم عمل عقد التاسيس زي ما اتفقنا عن طريق المستشار القانوني او المحامي بتاع حضرتك او المحاسب بتاع سيادتك، عشان بيكون ملم بالاجراءات، ملم بتقسيم الحصص، بتقسيم الارباح، بكل شيء في تفاصيل العقد. تمام. انتهينا من العقد ده بيدخل حاجه اسمها مرحله المراجعه. تمام. بعد ان يتم مراجعته بيرسل بعد كده للشهر العقاري عشان سيادتك تمضي عليه ويسجل في الشهر العقاري. تمام. بعد كده الهيئه بتاخد وقتها، اللي هو تقريبا ممكن يكون اسبوع او 5 ايام عمل. الهيئه بتبعت لبقيه الجهات المعنيه عشان تاخد الموافقات على هذا النشاط. يعني الهيئه هنا دورها ان هي بتوفر على سيادتك اللف، ان انت تروح تاخد التراخيص من هنا والموافقه من هنا والموافقه من هنا والموافقه من هنا. تمام جدا، ممتاز. الهيئه بتخلص لحضرتك التراخيص دي، وبخلاص بعد كده لما التراخيص كلها بتخلص بيروحوا يردوا علينا ان خلاص تمام العقد عدى المراجعه، فانت ممكن حضرتك بتستلم. طب انا بستلم ايه بقى من الهيئه كمحامي او انا كشخص؟ بستلم ايه؟ بستلم عقد التأسيس بتاعي مختوم من هيئة الاستثمار. العقد ده بيكون نموذج ثابت من هيئة الاستثمار برقم وتاريخه إلى آخره، وبيبقى مكتوب في كل تفاصيل الشركة. حلو. وكل حقوق الشركة وتوزيع الشركة والحل بتاع الشركة وتصفية الشركة، كل شيء، والتخارج، كل شيء، وحدود الوكلاء، حدود المديرين وتعيينهم وطريقة تعيينهم، كل شيء. تمام جدا. طيب، تاني حاجة أنا بستلم جواب موجه للسجل التجاري عشان أسجل الشركة بتاعتي. تمام. وعشان يطلع لي مستخرج من السجل التجاري. تمام. بعد كده المستخرج ده بيبقى مكتوب فيه هل أنا يلزم مني استخراج تراخيص تانية ولا لأ. تمام. ماشي، على حسب برضو نشاطي. هل نشاطي ده بيلزم ان انا ارجع فيه لوزارة الصناعة، ارجع فيه لوزارة الصناعة عشان اخد الترخيص المختص بهذا الشيء، او الثقافة، او اي. يبقى دلوقتي احنا وصلنا لنقطة البيزك الاساسي. هيئة الاستثمار تديني شهادة التأسيس، عقد التأسيس. ايوه. تديني اللي هو الجواب اللي اروح بيه السجل التجاري. وفي السجل التجاري بعرف بقى لو في اي تراخيص تانية في هيئة، في البيئة بقى، في الصناعة، بالزبط. في المحلة، في الامور دي بالظبط. بيبقى بكاتب لي لان انا محتاج استوفي مثلا بعض التراخيص، فبستوفي هذه التراخيص وفقا لنشاطي. أيوة. يعني هو كل نشاط، حتى مثلا خلينا اقول نشاط الصناعة،
تمام. بعد ما اسست الشركه بتاعتي باخد ورق الشركه واكمل بقى في الصناعه، بشوف بقيه تراخيصي عشان المصنع بتاعي وما الى ذلك. فهو بيبقى كاتب لي الكلام ده في السجل التجاري. طيب بعد كده ببدا اطلع البطاقه الضريبيه بتاعتي. والبطاقه الضريبيه بتاعتي دي وفقا للتوزيع الجغرافي بتاع المكان بتاعي. يعني مثلا احنا هنا شركات الشخص الواحد في البحر الاحمر بنطلعها من الاقصر، المأمورية بتاعتها في الاقصر، فاحنا بنروح نستخرجها من هناك. تمام. واخد لي بال سيادتك. انما بقيه الشركات ممكن يكون التوزيع الجغرافي بتاعها طالع من هيئه الاستثمار، زي شركات المسؤوليه المحدوده او التضامن او ما شابه. عادي جدا بطلع البطاقه الضريبيه بتاعتها من هيئه الاستثمار. تمام. واخد لي بال سيادتك. اذا انا كده بقى عندي سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وعقد التاسيس. وشهاده المزاوله دي بتبقى طالعه لي مؤقته. المفروض ان انا على حسب نشاطي باخد شهاده مزاوله دايما او تجدد على حسب النشاط بتاعي. في انشطه ما بتحتاجش، ايوه، وفي انشطه فيها غرف، سواء الغرفه التجاريه الغرفه الصناعيه لازم بسدد قيمه الغرف دي. ولو انا برضو مطلوب مني ان انا استوفي رخصه نهائيه او اجراءات لرخصه نهائيه بكملها من هذا الشهر. لكن كبدايه كبيزك انا بستلم ايه؟ ردا على جواب حضرتك، بستلم عقد تاسيس، بستلم اصل مستخرج من السجل التجاري، بستلم شهاده المزاوله، وانا بعد كده بستخرج البطاقه الضريبيه. طيب ديت هي الاوراق الاساسيه اللي انا بستلمها في كل انواع الشركات اللي احنا اتكلمنا فيها. صحيح. بعد كده بقى ان انا لو عايز اسجل العلامه التجاريه ديت حاجه اختياريه مش حاجه اساسيه بالنسبه للتاسيس. صحيح. يعني ممكن اعملها وممكن ما اعملهاش، مش واجبه يعني عليا. لو انا عندي علامه تجاريه انا عايز احميها، لا ده بعد ما بنتهي من اجراءاتي ببدا اقدم الطلب الخاص بالعلامه التجاريه وبرفق في صور العلامه وبسدد الرسوم، وبعد كده باخد رقم وبستنى دوري. وفي الغالب هي يعني بيتم استخراجها بعد سنه تقريبا يعني. تمام جدا. لكن دي ملهاش علاقه بالشركه نفسها. تمام. انا ممكن اسجل علامه تجاريه ما يكونش عندي شركه. ايوه صحيح. ممكن تكون علامه تجاريه خاصه بيا. طيب هنا بعد كده بقى التأمينات وما إلى ذلك، هل ده برضو بيكون من ضمن الأساسيات في تأسيس الشركات، ولا ديت بعد كده أنا اللي بعملها؟ لا، بعد كده حضرتك بتفتح الملف التأميني بتاعك. لو حضرتك عندك نشاط يستوجب الملف التأميني، وأعتقد أغلب الأنشطة بتستوجب هذا الأمر، بفتح ملف تأميني لصاحب المنشأة وبشوف العمال اللي موجودين أو الناس اللي شغالة في هذه الشركة، وبيقيدوا على الملف التأميني وبيكون لهم رقم تأميني. كل الكلام ده بيأتي بعد التأسيس، يعني دي كلها حاجات لاحقة لمرحلة التأسيس. تمام جدا. أنا مبسوط جدا بالحلقة بتاعت حضرتك، فعلا كان وقت مثمر جدا. أنا نفسي كشخصيا قبل المشاهدين استفدت من حضرتك كتير جدا، وعايز اقول لك ان انا مش عايز انهي الحلقه لان انا عندي دلوقتي في دماغي كميه اسئله كبيره جدا عايزين نناقشها، بس هو علشان وقت الحلقه قليل ووقت حضرتك برضه، فاحنا ان شاء الله هنبتدي ان احنا ننظم حلقات اخرى. مش هتبقى حلقه تانية، لا ده هتبقى سلسله حلقات ان شاء الله نتكلم فيها عن كل الجانب القانوني في الشركات والنزاعات. وحضرتك كمان يعني ما شاء الله كان في اخر ترند لحضرتك القضيه اللي حضرتك كسبتها للست الايطاليه اللي كان منصوبه عليها وجبت لها حقها. بريطانيه. وجبت لها حقها. فبرضه حضرتك يعني واخد صيت كويس في عمليه استرداد حقوق اللي منصوبه عليهم، فده برضو شق احنا هنبتدي ان احنا نتكلم فيه. وعايزين برضو ان احنا نخش شوية في المواقف وحكايات بقى حضرتك برضو تحكي لنا عن مواقف في المحكمة حضرتك قابلتها مع موكلين، ومواقف في التحكيم الدولي والمحلي والامور ديت كلها. فاكيد هيبقى في حلقة او حلقتين هي عبارة عن قصص، تقعد بقى ايه تشجينا كده وتحكي لنا من قصص بقى اللي هو ايه لان القصص ديت احنا بنستفيد منها برضو كتير جدا، تجارب والاخطاء والمشاكل اللي حصلت مع الناس والنزاعات
كل ديت امور بتفيدنا لما بنعرفها علشان ما نقعش في الامور ديت، وعلشان نبقى واخدين حذرنا في التعامل مع الناس بعد كده. فكل ديت امور ان شاء الله لازم نتكلم فيها. زائد برضو احنا دلوقتي في السوشيال ميديا بتشوف بشكل كبير جدا ناس بتنتقد وناس بتشتم وناس بتعمل. فطبعا ديت اكيد، وشايفين ان الحكومة نشطة بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا دلوقتي. فبرضو دوت جانب عايزين نغطيه، واللي هو انا حقوقي الالكترونيه ديت ايه، ولو حد شتمني في كومنت او بوست ايه، ولو حد استفزني اعمل ايه، والامور ديت كلها برضو هنبتدي ان احنا نغطيها في مجموعه حلقات. طبعا احنا ايه قدامنا مسيره طويله ان شاء الله مع بعض باذن الله ان شاء الله. واي حد من المشاهدين عنده اي سؤال اي استفسار خاص بالشركات يقدر يبعت لنا السؤال بتاعه. ان شاء الله مستشار كريم هيرد علينا في الحلقات اللي احنا هنرتبها المره الجايه ان شاء الله. وفي رقم هيظهر، الرقم مستر كريم هيظهر عندكم لاي حد عنده اي استفسار اي حاجه خاصه بالشركات او بالقضايا المدنيه، هيبتدي ان هو يتواصل معاه وان شاء الله هيقدر ان هو يفيده. وانا استفدت جدا من حضرتك ومبسوط جدا بوجودك. ان شاء الله لينا لقاءات اخرى باذن الله مع بعض. بإذن الله. ان شاء الله اشوفكم في لقاء جديد في بودكاست بيزنس ونجاح.